تدريب البنك الاهلي فتح دلوقتي. تقديم سهل وبسيط، مش عايز حد يقلق، كل حاجه هتبقى بسيطه، فاطمنوا بجد. بص، اولا انا هعمل لكم فرقه بسيطه. يعني احنا هنعمل كورس انجليش، هنحاول الكورس الانجليش ده هيشمل كل حاجه، من ريدنج وليسننج وجرامر. ونحاول نظبط كمان السبيكنج، هنحاول نظبط حاجات كتير قوي. فما تنساش تسبسكرايب للقناه عشان تحضر معانا الكورس ان شاء الله من اوله. حقيقي الكورسات بره بقت غاليه جدا 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 جدا، فاللي هو انت عشان تدفع 5000 جنيه مثلا في مستوى واحد مثلا، فاللي هو حرفيا كتير. وانت اصلا المحصله في الاخر ما بتستفادش حاجه غير هي بعض الكلمات وبتاع. تيجي تبص المحصله في الاخر حرفيا زيرو. فاللي هو هنبدا نتعلم كل حاجه سوا. كورس طبعا فور فري طبعا. هينزل هنا على اليوتيوب. فما تنساش سبسكرايب دلوقتي. وحقيقي عذرا ان كان حصل ايرور في صوت الفيديو اللي فات، فانا حاولت اظبطها دلوقتي. وتدريب بنك الاهلي، الورق كل اللي احنا محتاجينه، انت هتحتاج سي في مطابق للاي تي اس عشان تتقبل، تمام. وهتعمل لك شهاده قيد للسنه اللي فاتت، اللي هي بيكون فيها مبين فيها التقدير بتاعك. ومحتاج صوره البطاقه الرقمي. انت كل حاجه دي هتجمعهم فايل واحد او تحطهم متفرقين في تدريب بنك، وتحطهم شوز فايل، وبعدين تضيف كل فايل. وحقيقي موضوع بسيط جدا. فحقيقي عذرا عن الصوت باظ المره اللي فاتت. ان شاء الله ربنا يوفقكم وتقابل كلكم، وان شاء الله يكون تدريب خير عليكم، وان شاء الله اقدر اساعدكم. لو حد عنده اي مشكله يقدر يكلمني او يكتب لي في الكومنتات وانا هساعده ان شاء الله. شكرا جدا. دلوقتي انت ممكن تعمل سيرش عن تدريب بنك الاهلي او تخش من اللينك اللي انا منزله وتخش تعمل تدريب. هنختار مثلا التدريب الصيفي لو انت في سنة تانية او تالتة، والتدريب بالخريجين 2025 لو انت هتخرج في سنة رابعة. ابلاي تحت هيظهر لنا دي شروط التقديم والاقسام وشروط التقديم. انت تكون في سنة تانية او تالتة ويكون التقدير بتاعك جيد جدا فيما فوق، ودي الاقسام بتاعتها، وده الورق المطلوب عندك اللي هو شهادة القيد وبطاقة الرقم القومي والسي في بتاعك. بس تعمل اي اكسبت هيظهر لك الصفحة دي. لو انت كنت مقدم قبل كده فانت هتحط اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي انت كنت مقدم بيهم قبل كده. لو انت ما قدرتش هتعمل كريت ان اكونت وتعمل اكونت جديد وتحط اليوزر نيم. حاول تحط في اليوزر نيم حروف كابيتال على حروف سمول على مثلا ارقام. والباسورد بتاعك حاول لازم 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 يكون في حرف كابيتال، حرف سمول، وتحط علامة مثلا الات او علامة شباك او نجمة او اي حاجة. بس لازم تحط الثلاثة دول، يعني حرف كابيتال، حرف سمول، وبعدين تحط مثلا ارقام، رقم مثلا ولا حاجة، وبعدين تحط علامة الات او علامة نجمة بس. وهنعيد نكتب الباسورد تاني مرة تانية. وبعدين ان انت تحط الايميل بتاعك. انا مثلا هحط اي ايميل مش تفرق. وبعدين تعمل كوبي للميل اللي انت بتسجله وبعدين تنزله تحت. لما تقعد تكتبه مرة تانية تحت مش تفرق يعني، فاللي انت عايزه. بس اهم حاجة بس حوار الباسورد انت تحط بس الحاجات اللي انا قلت عليها دي عشان هتفرق اوي معاك، لان الميتي سيستم هيرفض البتاع بتاعتك لو انت قدمتها من غير ما زي ما انا قلت لك. بس وبعدين تعمل ريجستير، تسجل. الصفحة دي بقى بيقولك لو انت مثلا عايز تحط السي في بتاعك ده، هتحط السي في، هتعمل اي ونت سي في تحت اللي هي الاختيار اللي تحت، وبعدين تعمل ايه شوز، وبعدين تحط الفايل بتاعك اللي انت هتقدم بيه السي في بتاعك. انا مثلا مثلا لو انا مش هحط مثلا هسكيب بس دلوقتي، فانا هروح عامله نو، وبعدين بعد كده انا هروح ضايفهم تاني، بس هنسكيب دلوقتي. المهم فتحنا الصفحه دي بقى، فبيقول لك هنا فوق انت بس تقول مثلا المكان اللي انت خدت لقيت منه مثلا اللينك، وهنا في على الشمال تحط اسمك بالانجلش واسم باباك واسم جدك، وبعدين تحط هنا الاسم بالانجليزي، وهنا تكتب اسمك بالعربي. اللي على اليمين دي تحط الايميل بتاعك وتاريخ ميلادك، وبعدين تشوف لو انت قدمت الخدمه العسكريه ولا لا وتعلم عليها. ضروري تكتب الحاجات الصح، ما تزودش كلام من عندك. وبعدين تحط الرقم القومي بتاعك،
وبعدين اللي على الشمال دي اللي هي ناشونال اي دي 1 دي اللي بتبقى في الرقم في كود بيبقى تحت الرقم الصوره بتاعتك، تحت صوره الرقم الكرومي هتلاقيها موجوده، فانت تحط فيها. والاتنين دي انت بتحط الرقم الكرومي عادي، اخر 7 ارقام. فانت اهم حاجه الحته الناشونال اي دي 1 انت بتحط الكود اللي بيبقى تحت الصوره بتاعت الرقم الكرومي اللي هو بيبقى تحت على الشمال من تحت. وبعدين نخش هنا لو انت عندك في مشكله ولا بتاع، فانت هتحط هنا دي لو انت عندك قرايب في البنك الاهلي شغالين فيه، فانت هتضطر تقول مثلا القرايب اللي عندك دي سلسله القرايب اللي عندك. وانت لو انت عندك قرايب بتحط انا مثلا ما عنديش، فانا هكتب لا يوجد وبعدين هعمل كونتينيو. لكن لو انت عندك قرايب فانت هتكتب بقى ايه درجه اولى ولا درجه تانية، وهتحط بيانات القرايب وتبقى اسمهم بالتفصيل. هنا بقى لو انت عايز تحط انت عايز تاخد الانترشيب في شهر 7 ولا 8 وتحدد وهتعمل اقرار انا على كل حاجه من الحد دي لازم تقراها. طيب طبعا ان هو ان انت طبعا كل البيانات دي سليمه ومفيش بيانات غلط وبتاع. وبعدين تعمل سيف اند كونتينيو. هنا بقى الاديوكيشن انت بتحط التعليم بتاعك، وبعدين تحط الكليه بتاعتك والقسم بتاعك. وهنا بتحط مثلا انت مثلا في تجاره مثلا فهتكتب كوميرس. ماجور هتلاقي في اكاونتنج، في اكاونت فرنش، في اكاونتنج عربي عادي، فانت على حسب كليتك والقسم بتاعك. هنا التقدير بتاعك، وبعدين تعمل السنه اللي انت فيها في الدراسه على حسب بقى انت لو انت مقدم في تدريب سنه رابعه فانت هتعمل سنه رابعه. هنا مثلا تحط تانية وتالتة. وبعدين هنا تحط graduation date الميعاد اللي انت هتتخرج فيه او اللي هو متوقع يعني، والميعاد اللي انت دخلت فيه الكليه. لازم طبعا املى طبعا البيانات دي، هحاول ممكن نملاها اي حاجه دلوقتي. فانا مثلا هكتب مثلا طنطا يونيفرسيتي، احط هنا مثلا اي حاجه عشان بس نخش على السكشن اللي بعدها. ونحط بقى وحط نسيت احط الجرادويشن ديت، فانا احط مثلا ميعاد التخرج مثلا مثلا لو انت مثلا دخلت هتتخرج السنه دي فانت هتتخرج في سنه 2025. انت هتكون دخلت الكليه في خلال من 4 سنين فهيكون في 2021. والتخرج عاده بيكون في شهر اوغست، والدخول بيكون في شهر اكتوبر او سبتمبر. فاحنا دلوقتي دخلناه. وبعدين عشان نخش على السكشن اللي بعده، هنا لو انت اشتغلت في اي مكان قبل كده فانت اكتب الحاجات دي. لو انت مثلا ما اشتغلتش فانت ممكن تستريبها. انا استريبتها. هنا بقى لو انت تحط بقى الكومنت، تحط الفايل والسي في بتاعك والورق كل واحده هتعمل عليها علامه شيك صح من على الشمال لما يظهروا لك. فانت هتختار هنا شوز فايل، وبعدين تحط مثلا بطاقه الرقم الكرومي، السي في، الشاتر تريد، وبعدين تعمل عليهم علامه شيك من على الشمال هتلاقي علامه صح كلهم بس وخلاص. الحمد لله كده تم التقديم بنجاح ان شاء الله. وان شاء الله يتقبل كلكم في التقديم وما تقلقوش، يعني الموضوع بسيط جدا وربنا يوفقكم ان شاء الله تبقوا